صورة واحدة بس كانت كفيلة ترجع اسم مرايا يتصدر الترند من جديد. هل يعقل أن نكون أمام عودة المسلسل الأيقوني في رمضان 2026 ولا القصة أكبر من مجرد صورة؟ قبل ما نكشف الحقيقة كاملة ونفصل الإشاعة نقطة نقطة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم أخبار الدراما بدون تهويل وبالتحليل الصح. الإشاعة بدأت بعد ما نشر الفنان عارف الطويل صورة جمعته مع عدد كبير من نجوم مسلسل مرايا، وأرفقها بتعليق بسيط لكنه خطير جداً. قال فيه: أسرة مسلسل مرايا الرياض جوي أووردز، وهون الجمهور وقف. الصورة ضمت أسماء إلها ثقل كبير بتاريخ المسلسل، مثل ياسر العظمة، سلمى المصري، مها المصري، بشار إسماعيل، سيف السباعي، أنور العظمة، وطبعاً عارف الطويل. اجتماع هيك أسماء طبيعي جداً يولد سؤال واحد: في عمل جاي؟ خلال ساعات انتشرت الصورة بكل الصفحات الفنية، وبدأت عناوين من نوع عودة مرايا في رمضان 2026 والتحضير لجزء جديد من مرايا بدون أي مصدر رسمي، لكن التفاعل كان ضخم. لحد هاي اللحظة ما في إعلان رسمي، تصريح من ياسر العظمة، ولا بيان من أي شركة إنتاج أو قناة عرض. يعني بكل بساطة الخبر لسه إشاعة وليس تأكيد، لأن مرايا مو مسلسل عادي، مرايا ذاكرة، نقد، ضحك ذكي ورسائل اجتماعية، وأي تلميح بعودته كفيل يشعل الحنين فوراً حتى لو كان مجرد صورة. درامياً كل شيء ممكن، لكن منطقياً أي عودة لازم تكون بقرار كبير وتحضير خاص، وخاصة لمسلسل بحجم مرايا. ولحد الآن الصمت هو العنوان. الصورة حقيقية، اللقاء حقيقي، لكن مسلسل مرايا 2026 حتى هاي اللحظة مجرد إشاعة أشعلت هالحنين. لو صدر أي خبر رسمي أو تصريح مباشر عن عودة مرايا رح نكون أول ناس نحكي عنده بالتفصيل. اكتبوا لي بالتعليقات، هل بتتمنوا رجعة مرايا ولا الأفضل يضل أسطورة بدون جزء جديد؟